جماعه انا بجد صعبان عليا كل الناس اللي في مصر. يعني احنا عندنا اهلنا في مصر بنسمع حاجات، ايه ده، في ايه؟ ايه الاسعار دي؟ يعني انا كواحد مثلا لو انا بقى مرتبي حلو 4000 مثلا لاسره 4 افراد، و4000 ده مش كل الناس بتطولها، يعني في ناس كتير قوي بتاخد اقل من ده. لو طلعت فواتير ميه ونور وغاز والالخ ده كله اخد 1000، فانا بقى معايا تلاتة دول يقضوا ايه؟ هيقضوا ايه؟ لو انا مخلف عندي عيل هجيب له بامبرز ازاي؟ هجيب له بيض، هجيب لبن، ده لوحده مصروف. طب بقية الطلبات التانية لما تبقى ازازة الزيت واصلة ل90، طب هي الست محتاجة كام ازازة زيت في بيتها؟ ايه يا جماعة، احنا رايحين على فين؟ يعني احنا مثلا هنا في امريكا الحاجة غالية بس في المعقول، ان انا مثلا واحد بشتغل او واحدة بتشتغل، بشيل ايجاري فواتيري تمام كده، بيبدأ بقى الاكل والشرب ده رخيص اقدر اجيبه. لكن الكتير بيروح في الايجار والفواتير بس. يعني المرتب اللي باخده بيكفي دول، مش هاجي على اخر الشهر ابقى مش لاقي. فدي حكومة عارفة تظبط البلد ازاي. احنا مع اننا احنا بلد عندها كل حاجة، يعني تقدر تعمل كل حاجة، مش قادرة تسيطر على الوضع ده. يا جماعة ايه ده؟ الناس، احنا في مجاعة كده. الناس وصل بيها حتى الطبقة المتوسطة بقت طبقة فقيرة فجأة بقت كده كده. طيب الفقير ده هيتعدم هيموت؟ ما احنا بقينا بقى ايه، يا اب يا داون، مفيش اللي في النص ده. ايه الحل؟ ايه الحل بجد؟ الناس بتتعسر يعني. الواحد لما يشوف ان البيض وصل 150، البامبرز 300 طب بقية الحاجات التانية الأساسية بقى اللي أنا بحتاجها في حياتي وأنا ماشي. ما أنت نازل عايز تفطر وتتغدى وتتعشى لو رايح تشتغل، عندك ولاد عايزين مصاريف دروس، مصاريف مواصلات. ازاي؟ أنا مخي بيستوعب الحاجات دي بصراحة. الناس اللي في مصر يعني الله يكون في عونهم، الله يكون في عونهم، الله يكون في عونهم. احنا لما بسويب كده واتفرج على الاسعار يا لهوي. يعني هنا مثلا كرتونة البيض فيها 24 واحدة ب5 دولار. 5. ما انت هنا بقى مالكش دعوة بدولار وبجنيه، انت 5 يعني 5 جنيه. اروح اجيبها هناك ب150 ليه؟ ليه واصلة بينا الدنيا لفين؟ البامبرز ده، طب العيل هنقول له ايه؟ هنقول له لا يا بيبي ما تعملش بيبي علشان بقى غالي يعني. طب ده حاجات ازاي هنقلل استهلاكها ازاي؟ ده الخ والخ بقى، غير الحاجات اللي برضو الاساسيه اللي ما ينفعش تستغنى عنها. لا احنا لازم حد يبقى فيه وقفه، لازم نتصرف، لازم نعمل حاجه ان الاسعار دي حد يقدر يسيطر عليها. لكن كده لا، ما ينفعش. الله يكون في عونكم، الله يكون في عونكم بجد.